اصبر عليها. اي حصول سكب عمري وما يرهم على اخر وحده انتم الناس نقعد نشرب شاي احلى واحد هيا يحلى. بهذه الكلمات عبر المرحوم الحاج مصلي عن فرحته بزواجه الثاني بعد أن توفيت زوجته الأولى قبل حوالي 3 سنوات، لكن الذي حدث أنه تزوج بامرأة تصغره ب70 سنة في 6 من تموز الماضي، ولم تدم الفرحة إلا حوالي 6 أشهر، حيث توفي الحاج مصلي قبل أيام مخلفا 16 فردا من الأبناء وأكثر من 350 حفيدا. وكان فلاح ابن هذا البلد، وكان في نفس الوقت يمارس هوايات كالصيد، وكان مرح وأسلوبه طيب مع الكبير والصغير والطفل. فكان المناسبة الأعظم هو حضوري لعرس الحاج مصلي، ولكن ملئ قلبي بالحزن لما سمعت بوفاة هذا الرجل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ويذكر أولاده وأقاربه أنه كان سعيدا بزواجه الثاني، وبدت عليه علامات الفرح والسرور بعد أن حقق رغبته بالاقتران بسيدة ترافقه بالأيام المتبقية من عمره، ورحل بدون أي عارض صحي. طلب الزواج من بعد وفاة الزوجة الأولى، وقدر الله سبحانه وتعالى ما شاء فعل، وكان زواجه الثاني في 6/7/2013. استمرت حياته مع الزوجة الثانية لمدة طالت 6 أشهر، وكانت هذه 6 أشهر بالنسبة للوالد حياة زوجية سعيدة، وكان الحاج طيب العلاقة مع زوجته الثانية، وكذلك لم يخل علاقته مع أولاده من الزوجة الأولى وأحفاده. 92 عاما هو عمر الحاج مصلي محمد العلي، قضاها متدينا ورعا، حج بيت الله الحرام 3 مرات، وعرف باعتداله ووسطيته في حل المشاكل التي تعترض أبناء القبيلة في ناحية الإسحاقي. لشرقية نيوز، عبد السميع عزاوي، صلاح الدين.